في عام 2019 اعلن النادي الاهلي تعاقده مع رمضان صبحي في الانتقالات الشتويه. وقتها الاهلي كان واقع جدا في الدوري وكان بيحاول يطور مستواه عشان يقدر يكمل المنافسه على الدوري. وقتها كان من اهم الصفقات رمضان صبحي. وقتها كان في حاله سعاده كبيره جدا من جانب جماهير النادي الاهلي. ده مش لاعب عادي، ده رمضان صبحي لعيب مهاري امكانيات عاليه جدا، وكان جاي من احتراف كذا سنه، يعني جاي وبيستوى على الاخر. ومش بس كده، ده كمان من ناشئين الاهلي، ده ابن النادي. بالفعل يا صديقي النادي الاهلي بيفوز بالدوري في دوري كان صعب جدا عام 2019، ورمضان صبحي طبعا كان من نجوم الفريق عشان يجي بعدها المدرب الكبير رينيه فايلر ويقود النادي الاهلي. وقتها رمضان صبحي قدم نسخه مرعبه، يسجل ويصنع مهارات وابداعات وحاجه مكتمل تماما، لعيب على اعلى مستوى، وكان وقتها احسن لاعب في مصر بلا منازع. كمان رمضان صبحي وقتها كان محقق بطوله افريقيا مع المنتخب الاولمبي وواخد احسن لاعب في البطوله، وكان مقدم مستوى عظيم جدا. عشان وقتها يقرر رمضان صبحي انه خلاص مش عاوز يرجع تاني للاجواء الاوروبيه، وانه هيقعد في مصر عشان الاهلي يبدا يتفاوض فعلا مع هدرسفيلد عشان يتعاقد مع اللاعب نهائيا بعد ما كان جايبه على سبيل الاعاره. وفي ظل مفاوضات الاهلي مع رمضان صبحي ومع هدرسفيلد بتحصل صدمه والكارثه. رمضان صبحي بيوقع مع نادي بيراميدز مفاجاه كانت مرعبه وصادمه لكل جماهير النادي الاهلي. ازاي؟ ده اللاعب الاول في الفريق، ده نجم الفريق، ده ابن النادي. الجدير بالذكر يا صديقي ان وقتها هدرسفيلد كان مدي اولويه للنادي الاهلي، لان رمضان صبحي اصلا كان مصاب والاهلي كان بيصرف عليه من الاخر، كان بيتعالج على حساب النادي الاهلي، وكمان كان واخده اعاره بمبالغ كبيره. فالنادي هدرسفيلد قال لك الاولويه عندنا للنادي الاهلي، لكن رمضان صبحي وقتها اختار نادي بيراميدز عشان بالفعل يتعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي بعقد لمده 5 سنين. وقتها كل السوشيال ميديا كانت تحفيل على الاهلي، ده ابن النادي سابكو، اللاعب باع النادي الاهلي عشان خاطر الفلوس. وقتها صديقي ناس كتير جدا اتهمت رمضان صبحي انه لعيب خاين النادي اللي عمله وعمل اسمه وتاريخه. وقتها كمان رمضان صبحي وقت ما كان عاوز يحترف النادي الاهلي كان السبب في احترافه، وسهل جدا موضوع المفاوضات. الاهلي ضحى بالرقم اللي كان عاوزه في مقابل راحه اللاعب، لان اللاعب كان ضاغط بشكل كبير وكان بيدعي الاصابه عشان ما يتمرنش عشان فعلا يحترف في الدوري الانجليزي. وبالفعل يا صديقي رمضان صبحي احترف في ستوك سيتي وقدم موسم في البدايه كان كويس بيحاول يتاقلم، لكن للاسف ما قدمش المستوى العالي اللي يخليه يستمر في الدوري الانجليزي عشان فعلا يرحل عن ستوك سيتي. ولكن كان في وقتها فريق صاعد اللي هو هدرسفيلد يتعاقد مع رمضان صبحي. نسخه رمضان في الوقت ده بالمناسبه كانت نسخه قويه جدا. رمضان صبحي كان لعيب كويس جدا، ولو شفت ده كنت هتلاحظه مع المنتخب. انا فاكر له جدا ماتشات نيجيريا، الاسيست العالمي اللي عمله صلاح في اخر دقيقه والهدف اللي سجله هنا، يعني هو كان المسؤول الاول عن صعودنا اصلا لبطوله افريقيا. انا فاكر وقتها كنت بتفرج على الماتشات دي على القهوه وكان في حاله غليان عند الناس كلها عايزه رمضان صبحي، بيقولوا ازاي تريزيجيه يلعب على رمضان صبحي، رغم انه وقتها كان تريزيجيه محترف وكان رمضان صبحي تقريبا في النادي الاهلي. رمضان صبحي وقتها فعلا كان لعيب كويس جدا يا جماعه، مهارات فرديه كان عاليه جدا وممتع جدا وبيقدم مستوى عالي جدا، لكنه كمان كان عنده حته الجرينتا الاهلاويه، الروح والضغط والاصرار، ودايما كان بيسجل اهداف في توقيتات حاسمه. مع بدايه رحلته الاحترافيه رمضان كان عنده نفس الامكانيات تقريبا وبيقدم بشكل عالي جدا سواء مع ستوك سيتي او حتى مع هدرسفيلد في البدايه، لكن بعد كده انخفض مستواه بشكل غريب جدا عشان يقرر فعلا بعدها انه يرجع النادي الاهلي وبعدها ينتقل لنادي بيراميدز. المشكله ان وقتها كانت قناه الاهلي بتاكد فعلا ان خلاص رمضان صبحي قرب جدا من انتقال للنادي الاهلي بشكل نهائي، والمشكله الاكبر ان كانت صورته محطوطه على الملعب، لان الاهلي كان بيعمل وقتها مشروع الاهلي والسلام. الاهلي كان حاطط رمضان صبحي في حته كبيره جدا لدرجه ان كل اللعيبه تقريبا اجمعت ان رمضان كان هيكون اصغر كابتن في تاريخ النادي الاهلي، وكان بيتحط في مكانه عاليه جدا. يا راجل ده كانوا بيقارنوه بابو تريكه، عشان يتحول فجاه الدعم ده لانتقادات لاذعه مع اي غلطه رمضان، انتقادات وضغط على اللاعب مستمر بشكل كبير، خصوصا بعد انه خرج من اول موسم مع بيراميدز ب0 بطولات. وقتها كان في حمله قويه جدا على رمضان صبحي واتقال انه لعيب فاشل وانه خلاص اختار طريق فشل، وطبعا كانت اشهر جمله وقتها طموح وتيجي بالسلامه، على اساس طبعا انه كان بيتريق على حته الطموح بتاعه رمضان وقت ما راح بيراميدز عشان هو نادي عنده طموح، عشان يبدا فعلا رمضان يخرج تماما من اجواء الكوره، ورمضان يكون كل هدفه انه يلعب ضد الاهلي وانه يثبت نفسه في مباريات الاهلي. تقريبا رمضان صبحي ما كنتش بتشوفه غير ماتشات الاهلي، غير كده كان بيبقى مختفي تماما. مش ده رمضان صبحي، مش دي امكانيات اللاعب الافضل في مصر. موسم ورا الثاني ورا الثالث وخلاص رمضان صبحي بدا يندثر بشكل كبير، خصوصا مع توهج لاعب زي ابراهيم عادل بدا ياخد الاضواء بشكل كبير، وبدا بيراميدز حتى يهتم باللاعب اكتر منه. بعدها رمضان صبحي دخل في عدد من الاصابات، اشهر اصابته قدام الصفاقسي وقت ما كان خارج بيبكي من الملعب، وقتها
حتى تعاطف مع جمهور النادي الاهلي. من وقتها صديقي رمضان بقى ظهوره خفيف جدا، نادرا ما بنشوف رمضان سواء بيتألق او بيسجل، بقت الحاجات دي نادره جدا خصوصا من وقت انتقاله البيراميدز. رمضان اختفى توهجه بشكل كبير عشان تظهر بعدها ازمه كبيره جدا وهي ازمه المنشطات. رمضان صبحي بيتعاطى منشطات، وقتها تم ايقافه لعدد من الاشهر على حسب ان القصه هنشوف هتنتهي على ايه. وبيبعد رمضان صبحي فتره كبيره جدا عن الملاعب، وبيختفي تماما عن ملاعب كره القدم سواء في مصر او في البطولات الافريقيه، وحتى المنتخب ما بقاش موجود فيه. لكن الموضوع بعدى على خير وبيطلع رمضان صبحي ما بيتعاطاش منشطات، لكن الموضوع كان موضوع اختلافات ادويه والكلام من ده عشان يرجع رمضان صبحي ويشارك بشكل طبيعي ويفوز باول بطوله مع بيراميدز، بطوله كاس مصر، وبعدها يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا على حساب صن داونز. خلال الفتره دي صديقي رمضان صبحي كان بيتجنب تماما كل المناوشات مع جمهور النادي الاهلي، لدرجه انه كان بيبتعد اصلا عن المشهد. رمضان كان عنده امل في داخله انه ممكن يرجع النادي الاهلي في يوم من الايام. بديل بالذكر نادي الزمالك حاول يضم رمضان صبحي اكتر من مره، لكن دايما كانت بتحصل لخبطه والامور ما بتتمش للنهايه، سواء في الاختلافات الماليه او حتى الاختلافات مع نادي بيراميدز شخصيا. لكن كنت تحس دايما ان رمضان صبحي وكانه لسه عنده امل فعلا انه هيرجع النادي الاهلي، وكان مؤمن بده بشكل كبير. لكن فجاه بتصحى مصر على خبر صادم، رمضان صبحي متهم في قضيه تزوير، وانه كان بيبعت حد يمتحن مكانه في المعهد بتاعه عشان فعلا تتثبت الواقع. ورمضان صبحي بقى محول للتحقيق ومهدد بالسجن كمان. ولحد دلوقتي يا صديقي لسه ما نعرفش ايه الدنيا والامور رايحه على فين، لكن في كلام ان في مخرج ممكن فعلا يخرج رمضان صبحي من الامور ببساطه. نتمنى كلنا الموضوع يخلص على خير ويرجع تاني رمضان صبحي ينور الملاعب المصريه ويرجع تاني للفورمه المعتاده. تخيل يا صديقي اللاعب كان محترف في اقوى دوري في العالم، ايه اللي وصله لكده؟ ايه اللي يخليه اصلا يرجع من الاحتراف يا سيدي؟ ورجع من الاحتراف بيرجع على واحد من اقوى الانديه في الشرق الاوسط مش بس في افريقيا، النادي الاهلي. فازاي تخرج من الاهلي بالشكل ده؟ قرارات كانت غريبه جدا كانت سبب في تدمير مسيرته في رايي. في الشك يا صديقي ان رمضان صبحي على المستوى المادي اكيد كسب كتير، لكن على المستوى الشهره والانجازات اللي عملها هو خسر كتير جدا. على مستوى قدراته اللي هو ما قدرش يتحافظ عليها. يا صديقي ان رمضان صبحي لو اختار اختيار تاني وهو البقاء في الاهلي على الاقل، او حتى انه يكمل في الاحتراف، رمضان صبحي كان هيبقى موجود في مكانه مختلفه تماما، سواء انجازات جماعيه او حتى فرديه او حتى على سبيل الكارير بتاعه. ده مش كلام يا صديقي، ده كلام اكبر ناس موجوده داخل النادي الاهلي زي الكابتن وليد سليمان اللي قال ان رمضان كان هيكون اصغر كابتن في تاريخ النادي زي ما قلنا، وكان هيكون في مكانه مختلفه تماما. رمضان صبحي كانوا شايفين فيه فعلا موهبه ابو تريكه، عشان وقتها الكابتن محمود الخطيب يقول جمله ايقونيه: انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. انا ما زعلتش، انا زعلان عليهم. كابتن محمود الخطيب معروف ان كلامه قليل، فلما يقول كلمه زي كده هو فعلا بيعني ان هو كان زعلان جدا على رمضان صبحي، وكان شايف رمضان صبحي في مكانه مختلفه تماما. هو كان شايفه ان ده هو النجم الجاي للنادي الاهلي. لكن يا صديقي وقتها قرر رمضان صبحي انه ينتقل لنادي بيراميدز عشان في رايي يخسر كتير جدا اكتر بكتير من اللي كسبه على المستوى المادي. رمضان صبحي مش حاله يا صديقي فريده، بالعكس في حالات كتير جدا موجوده في الدوري المصري وفي مصر تحديدا موجوده بالشكل ده. في المجتهد اللي وصل وربنا كرمه بشكل كبير، وفي المستهتر واللي ضيع نفسه بشكل كبير. فلو وصلت معايا لحد هنا اتمنى يا صديقي تعمل لايك للفيديو، وبشكرك جدا على وصولك لحد هنا، واتمنى جدا منك انك تعمل سبسكرايب للقناه، محتاج دعمكم جدا الفتره اللي جايه. وما تنساش هنا كمان رايك في الكومنتات، عايزين نعمل لك حلقه عن مين الفتره اللي جايه. ما تنساش كمان يا صديقي تقول لنا احسن فتره كنت بتحبها رمضان صبحي كانت امتى، وتقيم لنا قراره من 10. وبس كده يا صديقي، بشكرك جدا على وصولك لحد هنا، سلام.